Keep it steady on the swing. Good depth. Watch the edge. عجبك؟ تعال اقول لك ازاي تقدر تعمل فيديو زي ده في اقل من دقايق وبتولز بسيطه جدا ومجانيه كلها. اول حاجه هتحتاجها عشان تقدر تعمل فيديو زي ده ان انت يبقى معاك صوره بدرون او صوره 3D ممكن تطلعها من التصميم بتاعك، ولو معاك صوره الارض كمان او انت موجود في الموقع تقدر تاخد صوره بدرون لنفس الشوت تقريبا او تحاول تقرب منها. طب لو مش معايا يا عم عز هعمل ايه؟ ببساطه خالص هتدخل على موقع جيميناي وتقول له ان انت عايز تشيل المبنى اللي موجود ده وتخلي الارض اللي موجوده فاضيه ورمله بس، كمان تكون مهيئه ان هي تعمل اعمال حفر واستراكشر، فهيبدا ان هو يطلع لك الصوره دي عشان نقدر ان احنا نستخدمها ونقدر نعمل بيها الفيديو. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ دلوقتي انت معاك صورتين، معاك صوره للمبنى 3D ومعاك الصوره بتاعت الارض فاضيه. نبدا ان احنا نفكر عمليا او تدريجيا كده هو الكونستراكشن ده بيعمل ايه، فهنلاقي ان اول بروسيس هي الحفر، ستراكشر وتشطيبات ده نفسه. فاحنا كده معانا تقريبا كل المراحل بتاعه الكونستراكشن بتاع المبنى، ومن الصورتين دول نقدر نطلع كل ده. طيب اول حاجه هنعملها هتعمل ايه؟ اول حاجه هتدخل على موقع LM Arena علشان تبدا تجهز المرحله الثانيه من المشروع وهي الكونستراكشن او الاستراكشر بتاع المشروع. فهترفع له الصوره وتبدا توصف له ببساطه كده ان انت معاك المبنى ده وعايز تعمل له الاستراكشر سيستم بتاعه بين بلاطات واعمده وكمر وكل حاجه، فهيبدا ان هو يعمل لك جنريت ويطلع لك صوره وهي معدات كلها موجوده. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ كده انت بقى معاك فريمين، اول فريم الارض وهي فاضيه خالص، تاني فريم الارض وهي فيها الكونستراكشن او اعمال الحفر بتاعه المشروع. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هتدخل على موقع فلو، هتبدا تديله الصورتين وتدخل على شات GPT تقول له ان انت معاك دلوقتي صورتين، صوره للموقع وهو فاضي خالص وصوره لاعمال الحفر بتاعته. بعد كده هيدي لك البرومبت ان انت تعمل ترانزيشن ما بين الاثنين كأن في ناس بتحفر او بتعمل كونستراكشن وبتطلع الموقع كله بتجهزه لاعمال الحفر علشان يبدا خرسانات فيه. بعد كده هتاخد الصورتين دول والبرومبت وتدخل على موقع فلو ترفع له الصورتين as a first frame و second frame بتوعك وتبدا ان انت تدخلهم وتدخله البرومبت تعمله بيست، وبكده انت بقى معاك فيديو كامل في اعمال الكونستراكشن او اعمال الحفر بتاعه المشروع. طيب وتاني فريم بقى يا عم عز، تاني فريم ان انت هتعمل ترانزيشن ما بين الارض وهي متجهزه للحفر بتاعها للاعمال بتاعه الخرسانات. هتدخل تاني على شات GPT تبدا تتكلم معاه فان انت معاك فريمين، فريم للبورد بتاعه الحفر والفريم التاني للاعمال بتاعه الكونستراكشن بتاع المشروع. بعد كده تبدا تجهز البرومبت وتاخد البرومبت ده وترجع تاني الموقع فلو ترفع الصورتين وتعمل بيست للبرومبت فيبدا ان هو يجهز لك الفيديو ده. كده احنا خلصنا اول مرحله وتاني مرحله، ناقص اخر مرحله وهي مرحله التشطيب بتاعه المبنى. هتبدا تاخد صوره بتاعه الكونستراكشن او الاستراكشر اللي موجود وتاخد الصوره التانيه بتاعه المبنى الحقيقي او الصوره اللي موجوده معاك وتدخلهم برضو على موقع فلو وتدخل على شات GPT تبدا تتكلم معاه شويه في ان انت عايز تعمل ترانزيشن ان هما بيبداوا يشطبوا في الواجهه بتاعه المشروع بتاعك وتعمل بيست للبرومبت وتبدا تعمل جنريت عشان يطلع لك الترانزيشن اللطيف ده. اخر حاجه خالص مثلا كنت عايز تبدا تعمل تصوير بالدرون زي كانت موجوده في اول الفيديو خالص، فهتبدا تعمل برومبت على شات GPT ان انت عايز تعمل تصوير بالدرون لدرون بيجري كده في قلب المشروع بتاعك. بعد كده هتاخده وتدخل على موقع جروك. موقع جروك ده ببساطة هتبدأ تعمل بيست للبرومبت وتطلع الصورة بتاعتك الحقيقية ويبدأ إن هو يعمل لك الفيديو ده.